بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. احنا كده ان شاء الله داخلين على نص رمضان او العشر الاوسط من رمضان. فعايزة اقول لكم معلومة حلوة قوي اكتشفتها، هي معلومة المكسرات والبلح واليميش والحاجات بتاعت رمضان. طبعا كلنا اشترينا بالغلا في اول رمضان. عايزة اقول لكم بقى النهاردة ان انا اشتريت شوية بلح كده حلوين، بلح اسواني زي ما احنا شايفين كده. اشتريته بسعر يعني تقريبا ربع السعر اللي كان نازل بيه في اول رمضان. فعايزه اقول لكم المعلومه الحلوه ديت اللي انا وصلت لها، ان احنا ما نشتريش كل حاجه رمضان في اول رمضان لانها بتبقى غاليه جدا. فاحنا نشتري نشتري حاجتنا وحاجه رمضان. فطبعا انا رحت بقى جبت شويه البلح اللقطه دول، وجبت شويه مكسرات بربع الثمن بربع السعر. فطبعا انا بنصحكم بالمعلومه دي ان شاء الله باذن الله تعملوها بعد كده. ما تجيبوش كل حاجه رمضان في اول رمضان، هاتوا على قد اللي يمشيكوا اسبوع مثلا او 10 ايام. بعد كده هاتوا بقى بعد الاسبوع او العشر ايام، هاتوا اللي انتوا عايزينه كله. عايزه اقول لكم ان ده بلح اسواني جميل. بصوا البلح عامل ازاي، باين جميله ازاي. هيقولوا لي انت حطاه في ميه ليه؟ اقول لكم ليه. انا دلوقتي جبت البلح طبعا عشان انضفه طبعا. احنا بنجيبش نغسل اول باول والكلام ده، لا. هعمل لكم فيديو بقى عن طريقة البلح ازاي نغسله كله مرة واحدة ونشيله. بس اهم حاجة ما يبقاش معطن وطري. فانا دلوقتي بكلمكم على ان احنا نشتري الحاجة بعد الاسبوع الاول من رمضان. فده بلح اسواني جميل. طبعا احنا كلنا عارفين سعر البلح الاسواني، فانا جايباه بربع الثمن. فانا عامله ايه دلوقتي، جبت شويه البلح على قد الطبق اللي عندي دوت، ونقعتهم في ميه بخل. نقعتهم في ميه بخل. ليه بخل؟ طبعا عارفين كذا ايد بتمسكه بالشال من هنا لهنا لهنا لهنا، وطبعا عايز ينضف ويطهر ويتعقم. فانا نقعته حاليا دلوقتي بميه بخل لمده ساعه نص ساعه. بعد كده هشطفه كويس جدا جدا جدا، وبعد كده هنشره على صاجه كبيره على فوطه وينشف خالص خالص. وبعد كده افصصه واشيله. وكل سنة وانتم طيبين. ويا رب تكون الفكرة عجبتكم، يا ريت تطبقوها عشان نوفر اكتر واكتر. يعني الدنيا مش مستاهلة، يعني الغلا اللي احنا فيه ده بنحاول نوفر من اي باب. فقولوا لي بقى في التعليقات ايه رأيكم في الفكرة. كل سنة وانتم طيبين، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب عشان تتابعوا معايا كل جديد والافكار الجميلة.